بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتعرف إزاي نضيف اسم الراكب على التذكرة. إحنا عرفنا إزاي نفتح جدول رحلات وإزاي نختار رحلة وإزاي نسحب الكراسي. النهاردة هنتعلم إزاي بقى نضيف اسم الراكب للكرسي أو للتذكرة. أول حاجة عندنا كود ثابت اللي هو ال NM، وال NM ده طبعا اختصار النجم. تمام. عندنا هنا NM1 عثمان علي. في تركاية كده بتلخبط الواحد في إضافة اسم الراكب. هو اسم الراكب الطبيعي اسم الراكب علي عثمان. طب أنا ليه بدلت هنا بقى؟ هو النظام كده، نظام التذكرة بيكون اسم العيلة أو اللقب قبل اسم الراكب. يعني حتى هنا ده عثمان ده مش اسم والد المسافر، ده مش والد علي، ده لقب، ده الجد. يعني علي ده لو اسمه علي محمد عثمان احنا بنكتب عثمان وبعد كده علي محمد. اهم حاجة اسم الجد تالت اسم من اسم المسافر بيكون هو الاول، وسلاش عشان نفصل بينهم. السلاش دي مهمة جدا. هنا طبعا عثمان اسم العائلة، فيرست نيم ده اللي هو اسم علي، ورقم واحد ده عدد ركاب. السلايد الجاي هنعرف احنا ليه ضفنا هنا رقم واحد. دي أمثلة عادية. هنا لو عايزين نضيف راكب واحد زي ما شرحنا في السلايد اللي فات، عمر أحمد NM عمر أحمد عمر اللي هي عمر أحمد. هنا لو عندنا، ركز في دي مهمة، لو عندنا راكبين بنفس الاسم، لو مثلا انت جالك عميل اسمه عمر أحمد وليه واحد صاحبه تاني أو أخوه، خلينا في صاحبه اسمه عمر أحمد برضو، والاتنين طالعين نفس الرحلة وعايزين يحجزوا جنب بعض. بعد ما طلعنا الجدول واخترنا الرحلة ومش عارف ايه، هنضيف أساميهم ازاي؟ هنا ممكن نكتب NM2 كده. انت بتدي للسيستم ان احنا عندنا راكبين اتنين بنفس الاسم، ونكتب طبيعي أحمد وسلاش وعمر بعد كده. هنا لو الراكبين مختلفين بنختار بس هنا NM1 أحمد عمر، ونكتب بس علامة فيه، و1 كمان 1، واسم المسافر التاني ده اسم الجد وسلاش، وده اسم المسافر التاني علي حسن. في كمان طريقة بس دي مش هنستخدمها إلا مع إضافة الأطفال، ودي هنقولها في حلقة الأطفال والرضع، أو في فيديو شرح الأطفال والرضع، هيكون ليهم فيديو ليهم لوحدهم. ده كان شرح بسيط كده لطريقة إضافة اسم الراكب، وأتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع، وأتمنى كمان تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وفي حاجة كمان، لو حابين نخلي القناة دي شروحات تانية اللي هي طريقة إصدار التأشيرات والتعامل مع العميل المسافر وأنواع التأشيرات وكده، لو عايزين نتكلم عن التأشيرات كمان قولوا لنا. والسلايد ده رسالة لكم هسيبكم تقروه، وأتمنى كلامي يعجبكم وإن شاء الله موفقين.